حالة عندها ورم ليفية وضحكت عليا. حالة من حالات الأورام الليفية جات لي العيادة، قالت لي إن عندها 39 سنة. بصيت على السونار لقيت عندها ورم ليفية متعددة جدا وكبيرة، وهي كان معاها أولاد وكل حاجة، بس هي عايزة تحافظ على الرحم. طبعا سنها صغير، فأنا قلت لها تمام. بصيت على المبيضين لقيت فيهم نسبة نشاط تبويض، وقلت لها تمام هنشيل الأورام الليفية بس ونحافظ على الرحم. الحالة بتبعت لي التحاليل عشان بتاعة العملية، لقيت مكتوب في التحاليل إن سنها 49 سنة. فأنا اتصلت بالحالة، أنت ليه بتقولي إن سنك 39 سنة؟ قالت لي انا خايفه ان انت تقولي شيل الرحم عشان السن. يا جماعه انا باكد على معلومتين، اللي هي برضو خايفه من ان هي تشيل الرحم تفقد انوثتها. احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان شيل الرحم ملوش علاقه تماما بالانوثه. الرحم عضو ادى وظيفته بانتهاء الحمل والخلفه، فمجرد ما هي خلاص فقدت قدرتها او فقدت رغبتها في الحمل والخلفه وعدت 45 سنه فهي خلاص مش محتاجه رحم. قعدت اتكلم مع الحاله واشرح لها طبيعه العمليه، وان احنا مستحيل نعمل اجراء ينافي رغبتها الشخصيه حتى لو ده طبيا ما هو صح، بس هي لازم تكون موافقه على الاجراء الطبي اللي هيتعمل. قلت لها خلاص انا موافق، بس لازم تبقى عارفه شروح تفاصيل العمليه كلها. عرفت تفاصيل العمليه، قالت لا انا مصممه احافظ على الرحم حتى لو مش هدور على حمل ولا خلفه، وانا مش شاغله بالي، بس انا عايزه احافظ على الرحم. جت على باب العمليات، يا دكتور لا انت رايك ايه اللي انت شايفه مناسب؟ على باب العمليات غيرت رايها وقالت لي شيل الرحم. والحمد لله العمليه تمت بخير. بعد ما كنا هنعمل فتح جراحي كبير شلنا الرحم، حافظنا على المبيض، الامور ماشيه كويسه جدا الحمد لله. فات من العمليه بعد 4 ساعات، روحت بيتها بعد 6 ساعات، والامور طبيعيه تماما، واستئصال الرحم ملوش علاقه بالانوثه ولا بالهرمونات.